صباح الخير كباتن مصر، كباتن النقل الذكي. ده فيديو جديد النهارده يوم التلات 8/7/2025. عايز احكي لكم عن موقف حصل معايا وانا اتصرفت ازاي. ركبت معايا عميلة، تمام. آه، فاول ما ركبت قالت لي بعد اذنك ممكن تشغلي التكييف. قلت لها حضرتك انت كان عندك سعرين انت تطلبي الحجز بتاع المشوار بتاعي. انت طلبت السعر الاعلى ولا الادنى؟ تمام. قالت لي طلبت السعر الاعلى. تمام. فقلت لها حضرتك اولا عشان اشغل التكييف لازم تبقي انت طالبه كومفورت. فقلت لها حضرتك انا طلبت كومفورت. المهم هي المشوار بتاعها اصلا كان فيه وقوف في انتظار. ف عايز اقول انا شغلت التكييف في الاول، صدقتها يعني. تمام. فلما وقفت في انتظار فببص في الرحله لقيتها طالبه اكس بس، لان اكس دوت فيه علامتين، علامه الصغيره والعلامه الكبيره. تمام. المهم فلما ركبت التاني قلت لها حضرتك انت طالبه اوبر اكس، وريتها الطلب بتاعها. قلت لها حضرتك ده المفروض اصلا ده من غير تكييف. تمام. لكن انا عشان انت زي ولادي انا شغالك التكييف، لان كده كده اصلا المشوار كان صغير. طبعا انا عملت كده عشان خاطر هي ما تتبلش عليا، او يعني تعمل لي مشكله ان انا في اي حاجه تانية بقى ايا كانت بقى. المهم شغلت لها التكييف، قلت لها انت عشان زي ولادي انا مش هكسف طبيعتك، لكن انت طالبه اصلا طالبه اكس بس، فده ما فيهوش خدمه تكييف. خلصت مشواري. وطبعا عشان دي برضه معلومه جديده لاخواتنا الكباتن، لما يكون في عميل بالنسبه لك متعب بعد ما تخلص الرحله، انا بديله نجمه واحده بس. نجمه واحده دي بتعمل له حظ ان هو يتعامل معايا تاني او يجي لي في مشاوير تانية. انا بس حبيت اوضح لكم الصوره عشان لو اتعرضت في موقف زي دوت تتصرف ازاي، عشان خاطر عميل ما يتبلش عليك ويأذيك على الفاضي. تمام. وخدوا بالكم على فكره لما يجيلكوا ريكويست بطلب رحله، خليك ذكي. بص كده شوف عدد الكيلوات اللي انت هتروحها للعميل قد ايه، وعدد الكيلوات اللي انت لما تاخد العميل توصلها تبقى قد ايه. تمام. وتحسبها كلها وتقسمها على سعر الرحله. لو جت معاك مظبوطه كمل وتوكل على الله. تمام. وبعدين ما تطلبش، يعني لما يجيلك طلب رحله ما يكونش المسافه بينك وبين وصول العميل كبيره، لان المسافه دي اصلا على حسابك انت. تمام. فاحسبها صح، عشان الحسبة اللي بتجيلك هما بيدوها لك على أساس الرحلة من أول ما العميل ركب لحد ما العميل وصلته للجهة بتاعته. لكن من مكان أنت مجالك الطلب لحد ما تروح العميل ده على حسابك أنت. وربنا يوفقنا جميعا. وفي فيديوهات تانية إن شاء الله برضه هتكون مفيدة لنا كلنا عشان كلنا نساعد بعض. تمام. فبالذات لما يكون العميل ست حاول تمشي الأمور، لان هم اكتر ناس اصلا ممكن يأذوك في شغلك وهم عارفين ان هم ظالمين. وربنا يوفقنا جميعا. يلا، كان معكم احمد جهيني من قناه يوميات عماد وداليا، اللي انا احتمال فيها بعد اغير اسمها عشان يبقى اسم خاص ولايق على شغل الكباتن. يلا، نهاركم سعيد. سلام عليكم.